رجعت لحتى آكل، لحتى أروح لعند أهله واشتغل واغسل واكوي ونظف ورتب وهن كتار واطبخ على 24. بس يصير العشي، بعد العشي ليخلصوا سهرتهم واجلي بعدين بطلع على بيتي. حتى بيتي ما كان يأمن يعطيني المفتاح، لا المفتاح مع أمه، وهي تبعت حدا ياخدني ويا هو يرجعني يا حدا ارجع معه. ايه هيك لكان النظام، لحالك ما بتفوتي وبتطلعي، لك انا رضياني بس بيتي لازم يكون معي المفتاح. ما كان يأمن. وهالقصة إذا بدكم تسمعوها كاملة بتلاقوها على قناتي اسمها دونا على اليوتيوب برقم 283. المهم يا جماعة مالكم بطول السيرة، أول أسبوع وأطلع حامل. هو عرف هيك بقى، قال لي الحمد لله، قال لي ألف مبروك، ما حكى ولا كلمة. قال لي البسي تحركي، وعمل مشكلة من لا شيء. قال ليش تأخرت إنه لبست، وبلش يعيط ويبهدل. كانت الروحة ما بعرف لوين، أول مرة بده ياخدني وبعدين لوين صارت. قال لي إنه انقهر وعصب مني، أخذني لعند أهلي، وبعد سفر على الطريق 6 ساعات زتني عند أهلي ورجع هو. وهالعالم بقى كلها تشمت فيه، وأولهم أمي، مع إنه هي اللي كانت راكدة بإيديها ورجليها إنه تجوزني لإله، مع إنه كان أكبر مني ب 13 سنة. وقت رجعت حكيت لها كل شي عم بصير لأمي وقلت لها، وتشمت فيي. قلت لها أمي مشان الله طلقيني، والله ما حبيت العيشة عندهم، بس قولي لي خلاص انت مشي معي، انا ما بدي اياه، ولساتنا يعني باول ولد. قالت لي ايوه يلا، ما كان ابدا ناقصني غير تصيري مطلقه. بدك تتطلقي هلا انت حامل؟ ما قلت لها ايه. قالت لي بس تولدي باخذ هالولد وبقول له تعال خذ ابنك، وما عاد تشوفي خلقته لا هو ولا ابنه، هيك بتطلقي، غيره انا ما عندي. قلت لها لا شلون يعني بدي اولد وابني ما اشوفه؟ والله وهون غط الافندي سنه كامله ما شافني ابدا. ولدت جبت بنت لصار عمر بنتي 3 شهور لشرة اجا قال يصالحني، وانا رجعت مشان شو؟ مشان ما ضل معذبه عند امي، لانه لسه معاملت امي بعد ما تجوزت ابشع وابشع. ما بدي احكي لكم، ولا تفكروا انه انا الوحيده اللي بالبيت اللي امي كانت تكرهني، تكره اختي الصغيره، اختي اللي اصغر مني يا ما حاولت تنتحر. بس أنا بما إني كنت قاعدة بالبيت يعني كنت صبرها، كنا أنا وياها غير. بس لما تجوزت كرهت حياتها، مع إنه كل اللي غبتن يلا ما في شهر يمكن، ورجعت اللون. المهم رجعني هون بقى الأفندي على بيتي، وخلصت على الأساس من شو؟ من عذاب أمي. إيه بس لما رجعت على بيتي كنا نجوع وحدي، صرنا يجوعوا تنتين أنا وبنتي. وأنا ما كان يقهرني والله لو فقير بقور بصبر، بس ما كان فقير، كان معه مصاري بس عند عقله. ليش المصروف ببيتي؟ عند أهلي بتاكلي وبتشربي. ومرقت هالأيام وأنا هون بلشت قويت شوي، صرت يعني أسأل بس بدي أفهم هو ليه تجوزني إذا لك ما حاببني وما بيعاملني منيح. قامت وحدة من أخواته بقى، كانت يعني هاي شوي أنا وياها ها صرنا ناخد ونعطي. قامت قالت لي هو كان بحب زميلته بالعمل، ايه الموظفة اللي عندهم، كان كتير بيعشقها وتركوا بعض وجكر فيها تجوزك إلك بس ليقهرها. ايوه لهيك ما بيطيقني. لك هو ما بس ما بيطيقني، كمان ما بيطيق اخواته. إيه اخواته كمان ما بيطيقوا بعض، هني هدول 9، شيل كبار بالعمر ما متجوزين، شيل متجوزين ومتطلقين، شيل اللي لسه قاعدين عم يستنوا نصيبهم. وتخيلوا الجو بالبيت شكله. ومشان يحلوا هالمشاكل بقى كانوا شو؟ اللي بتشتغل من تم ساكت، فكل وحدة أنا ما بدي أجلي، أنا اللي أقوم أجلي، أنا ماني طابخة اليوم، أنا اللي لازم أطبخ محلها، أنا ماني منظفة. عرفتوا كيف؟ المشاكل خفت بس كله على كتافي أنا، وأنا عم بشتغل ومقهورة وساكتة من تم ساكت. وين الجامعة اللي وعدني فيها؟ إيه بتكملي دراستك، بتكملي جامعتك، إن شاء الله ما بيكمل لك نفس اليوم. يفوت مثل فرعون قدام العيلة كلها يمدلي هيك إيده، تعي بوسي إيدي، بوسله إيده. أنا من تم ساكت، شو بدي أعمل؟ بدي أعيش، ما في شي، ما في سند، ما في أهل تروحي لهم. وجبت بنت وجبت بعدها صبي، وهون خلاص قلت التوبة، أنا ما عاد جيب ولاد. وشي تعب بوسي إيد أمي، وشي أختي الكبيرة بالمعي بوسي إيدها، وكله يمدلي هالإيد وأنا أقعد بوس وأتقاتل أنا وياي، بوسكن البسبوس وحي ب7 روس، منين جايبين لي هالعادي؟ المهم كل ما أتقاتل أنا وياه وإحراض أخذ